الله يخرب بيوتهم بجد. قررنا ان احنا نركب التاكسي الهوائي. هو انا تقريبا كده دخلت شارع غلط او مكان غلط، عشان انا شايفه علم الالوان في كل حته. طيب واخيرا يعني خرجت من المكان القذر، المكان اللي ملوش يعني كلمة تقدر توصفه غير ربنا ياخدهم كلهم واحد ورا التاني. تخيل بقى ان التاريخ دوت مسروق من عندنا والصينيين احتلوا المكان. المنظر بجد 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 تحفة تحفة. حتى البوليس الهولندي جاي يشتري حشيش. اهلا بيك في فلوج جديد. انا سيف مبابي وانا النهارده واقف قدام المتحف البريطاني. المتحف البريطاني دوت اللي هو المفروض انه يكون فيه حاجات مصريه كتير جدا، فانا هخش دلوقتي اشوف ايه اللي موجود جوه، وهشوف يعني ممكن اسلم على جده جوه ولا لا. المهم خليك معايا وما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب والشير واتفرج على الطريق كله. دلوقتي هوريك انا جيت هنا لندن ازاي. انا دلوقتي في لندن، يعني لو انت لسه مش واخد بالك او مش عارف يعني ان انا قدام المتحف البريطاني، خليك معايا ويلا بينا. Stood tall with my back against the wall. 10 toes down, they expected me to fall. Didn't see a soul when I sacrificed it all. Where they at now, cause I can see them when I ball. I'm going in, I'm going in, I'm going in. I got dependents who depend on me to win. Bet on myself so I just double up again. I'm going in, I'm going in. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اليوم دوت مش هيكون يوم عادي خالص، لأن أنا دلوقتي واخد الشنطة دي وطالع سفرية، يعني من هولندا لسويسرا لإنجلترا. يلا بينا، احنا هنتحرك دلوقتي. انا هحط الحاجة في العربية ونتوكل على الله، وبعدين هعدي على حد اخده معايا عشان السفرية ديت مش طالعها لوحدي. وبعدين هنركب الباص، يعني هنسيب العربية ونركب الباص ونروح على لندن. خليك معايا واتفرج على الطريق معايا. انا دلوقتي وصلت الجراج، يعني لسه حاطط العربية جوه، ودلوقتي بتفرج على الماتش. يعني بتفرج على الماتش مصر واستراليا على التليفون. ليه يا عم هاني؟ ليه تعمل فينا كده يا عم هاني؟ يا عم هاني احنا كنا كسبانين يا عم هاني. ينفع كده؟ 1-1 دلوقتي الدقيقة 70. الدقيقة 70. الساعة دلوقتي عندي هنا في هولندا دلوقتي الوقت الحالي 9:30، بس شوف النور. يعني هنا 9:30 ديت مش بالليل، 9:30 ديت عادي كأنك يعني العصر كده، المغرب، حاجة زي كده، مش بالليل. الدنيا لسه اهي اهي، الدنيا اهي، شايف الدنيا منورة عادي. 9:30 بالليل، هنا مش بالليل، هنا 9:30 عادي. فخليني بقى ارجع عشان نتفرج على الماتش براحتنا في العربية. يلا بقى يلا بقى. استراليا، طز في استراليا. عايزين نصلح الغلط اللي حصل ده. الماتش اهم حاجة، الماتش مش مهم. سفرية لندن دي اهم حاجة الماتش. وانا بتفرج دلوقتي على الماتش ورايحين على المكان بتاع الباص، بس لقيت المكان اللي ورايا دوت، عارف الماكدونالدز درايف ان، الدرايف ثرو، اللي هو بتروح بالعربية ثانية اللي انت بتروح بالعربيه كده تجيب الاكل بتاعك وتمشي. هنا دوت بقى اسمه فيت درايف ان. يعني ايه فيت درايف ان؟ يعني ويت درايف ان، يعني ايه؟ بتيجي هنا بتاخد الحشيش بتاعك بالعربيه وتمشي، يعني سبوتايه كده هو بتيجي تاخد الحشيش وانت ماشي اهو في نص الشارع عادي. حتى البوليس الهولندي جاي يشتري حشيش. خلاص يعتبر كده الماتش خلص. 90 دقيقة، الوقت بدل ضايع 5 دقايق. 1-1. المفروض في ال5 دقايق دولت يجيبوا جون. لو ما جابوش الجون دوت هزعل قوي، لان كده يعني هيلعبوا شوطين كمان
الاكسترا تايم يعني مش شوطين كاملين. بس الفكرة ان عايزين نكسب يا جدعان. الله يسامحك يا هاني، الله يسامحك. تدخل جون في بلدك يا هاني. ماشي. يلا يلا. 3 دقايق. الاكسترا تايمز، اكسترا تايم. طيب هم الشوطين اللي هم يعني الاساسيين خلاص خلصوا. انا دلوقتي واقف يعتبر مستني الباص لما يجي. الباص دوت هياخدنا ونركب بيه المركب. المركب ديت هتوصلنا انجلترا، ومن انجلترا هنركب الباص ونطلع على لندن. فيعني المشوار هيكون متعب شوية بس برضو لذيذ. لذيذ بتاع 19 ساعات برضو كده. هنروح هناك وهنشوف هنعمل ايه بقى هناك. ولو انت كده كده معايا فما تنسونيش بقى باللايك والسبسكرايب والشير والحاجات اللي انت عارفها ديت، عشان انا محتاج دعم بصراحة. ادعمني، انا عايز اشوف الدعم الحقيقي منك. وريني هتدعمني ازاي بقى. اهو هو دوت الباص اهو جه. الباص دوت هو اللي هنركبه ونروح على انجلترا بيه. وللاسف ما طلعش هو الباص دوت، لان الباص دوت طالع على فرنسا، طالع على باريس ديزني لاند. ممكن نطلعها مره بعد كده، بس احنا عايزين الباص اللي رايح على لندن. والساعة كام دلوقتي؟ تخيل كده الساعة كام دلوقتي. الدنيا منورة اهيت، والساعة دلوقتي حرفيا 10. الساعة دلوقتي 10:10، المغرب لسه مأذن. تخيل انت بقى دلوقتي في رمضان، يعني حرفيا بتصوم اكتر من 18 ساعة مثلا. رمضان هنا في الصيف بيكون صعب جدا، لان يعني الوقت غريب جدا. يعني اهوت المغرب لسه مأذن، والفجر هيأذن مثلا على الساعة 3 4. اخيرا 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 هو دوت الباص اللي احنا هنركبه. شوف الفن، شوف الفن في السواقة. يا سلام. دور واحد بس ما شاء الله لذيذ. كانت سليمة وكسبنا بضربات الجزاء. وهو دوت الباص اللي انا راكبه. انا راكب فوق، ففوق مش عارف اصور. انا كنت قاعد عمال اللي هو كاتم في نفسي، وحرفيا زعقت وصرخت. اللي هو صاحب السواق قال لي اهدى شويه، عشان يعني كل ما يجيبوا جول كنت ازعق. المهم ما تنسانيش بقى باللايك والسبسكرايب والشير بالمناسبه الحلوه ديت. انا واقف دلوقتي يعتبر قدام الكارتة الانجليزيه، الكارتة انجلترا. وحصل معايا حاجة دلوقتي، حاجة بجد أنا فرحان بيها. لأن يعني المكن، أنا عشان معايا باسبور هولندي، المكن المفروض تعدي من المكن بتعمل اسكان للباسبور وخلاص كده خلص الموضوع. إنما النهاردة اتفتشت وكده اهوت، فقلت لهم ما دام هتفتشوني يبقى أنا عايز إيه بقى؟ الختم. عايز الختم في الباسبور. فأخدت الختم على الباسبور، ودي حاجة مفرحاني جدا، مبسوط بيها قوي. لأن على طول أي دولة في أوروبا مش باخد الختم في الباسبور، بسافر بدون ما اخد اي ختم، بدون اي حاجه خالص. فان انا اخد الختم في الباسبور، ختم انجلترا في الباسبور، دي حاجه عجباني جدا على فكره. الباص راكن هنا ورا اهوت. بس المكان تحفه بصراحه كده مع الشروق. في قدام هنا مركب، وهنا مراكب وحاجات. المفروض ان احنا دلوقتي هنا في حمامات، وهنشوف لو في برضو سوبر ماركت او حاجة عشان نجيب لنا حاجة نشربها، او كوباية قهوة مثلا نصحصح. المنظر تحفة، تجربة خرافية. وانا واخد الختمة على الباسبور، فانا فرحان، انا مبسوط. والله الموضوع يستاهل. هو تعب شوية بس يستاهل. والجو متلج.
بس دوت عشان الصبح بس يعني جو اوروبا بقى يعني كل فصول السنه بتلاقيها في يوم واحد. شوف العالم ديت بقى وما اغربهم، يعني عاملين لك دش في الاستراحه تعرف تستحمى في الاستراحه، بس نسيوا يعملوا الشطافات. روقنا على نفسنا شويه، يلا بينا نكمل. طيب يا جماعة أنا دلوقتي على المركب وشوف لقيت إيه. شوفوا لقيت إيه، حرفيا في يعني جيم هال كده هوت ينفع تسلي نفسك وتلعب تشقط دباديب وحاجات. إيه ده؟ إيه الحاجات دي؟ أنا بجد مش مصدق مش مصدق مش مصدق. كل الحاجات ديت على مركب، أنت متخيل؟ والله يا رجالة أحلى ما في الرحلة كلها والله، وعملوها الرجال. احنا دلوقتي ابتدينا نتحرك اهوت، المركب مشيت انجلترا الناحية التانية، فاحنا يعني دلوقتي هنا يعتبر زي مطعم كده اهوت. بس بسم الله ما شاء الله المنظر تحفة، بجد المنظر تحفة. تخيل كده انت قاعد قدام المنظر دوت، بجد بسم الله ما شاء الله المنظر بجد تحفة. انا في قمة الانبهار ومبسوط جدا، بس انا مطبق من امبارح ويمكن شكلي اصلا باين عليه ان انا مطبق. انا مش عارف حظي ليه كده، بس اللي هو كل سفرية بطلعها لازم اكون مطبق فيها. يعني برضو في سفرية سويسرا كنت مطبق، بس يلا خلينا نشوف النهاردة هيكون عامل ازاي. شكل الفيديو دوت هيبقى طويل وفيه حاجات كتير كده غريبة. ما تنسانيش بقى باللايك والسبسكرايب والشير والحاجات اللي انت عارفها ديت، وسيب لي تعليق تفتكر السفرية اللي جاية هتكون فين، او تحبني اروح فين السفرية اللي جاية. طيب انا جبت دلوقتي الفطار الانجليزي دوت، عبارة عن ايه بتاع كده هوت مش عارف ايه ديت، شوية فول يعتبر، بيضة بتاع من دي، بطاطس تقريبا، طماطم، مشروم، شوية ملح وشوية الصوص. الحاجة دي كده كلها ب12 جنيه. بجد بسم الله ما شاء الله المنظر تحفة. انا بحب البحر جدا، بفكر اطلع كروز كده هو كذا يوم ولا كذا اسبوع في وسط البحر. بجد المنظر تحفة. يا سلام على منظر الشمس والبحر كده هو، يا سلام بجد. الواحد عايز له غطس هنا او ينزل يصطاد اي حاجة، بس للأسف بقى للأسف. يا رجالة ده طلع فيه بره، انا ما كنتش اعرف ان انا اعرف اطلع بره. شوف المنظر، الله الله بجد. انا ما كنتش اعرف ان انا ينفع اطلع بره، بس انا طلعت بره دلوقتي. المنظر بجد 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 تحفة تحفة، سبحان الله بجد. المنظر يعني يفرح القلب كده، هو منظر يخلي الواحد مهما كان متضايق، مهما كان كئيب، مهما كان في ايه، حتى لو كان شايل هدوم حتى لو كان شايل يعني هموم الدنيا كلها، بيفصل، بيصفى ويفصل. يا سلام، الله، وريحة البحر والموج، الله 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 بجد. المنظر بجد تحفة، انت مش متخيل الروعة اللي انا شايفها دلوقتي ديت، حاسس بايه. يا جماعة شايفين الجبل دوت؟ الجبل دوت من هنا هوت كده الجبل ابيض. انا مش عارف ليه الجبل دوت ابيض، دوت ملح ولا كالسيوم ولا ايه بالظبط، ولا جبس ولا مش فاهم، بس الجبل ابيض. هو مش تلج، هو اكيد مش تلج بس ابيض. طيب هو احنا دلوقتي قررنا ان احنا نركب التاكسي الهوائي، اللي هو يعني يعتبر زي غرفة كده هوت متحركة في الهواء.
شايف الغرفة ديت بتنقلك من مكان لمكان في الهواء، عربية كده اهوت في الهواء بتنقلك من مكان لمكان. احنا قررنا ان احنا هنعدي البحر بيها عشان نوصل الناحية التانية. احنا دلوقتي في مكان اسمه جرينويتش، نورث جرينويتش او الاو 2، وهنشوف دلوقتي هنوصل لفين. يا رب بس ما نتوهش. طيب يلا بينا نركب البتاع ديت. خش يابا. ايوه. واديني ركبت البتاعة ديت. هنشوف بقى الدنيا من فوق عاملة ازاي. نسلم على اخونا الكبير بيج بن وناخد لنا لفة كده. يا سلام يا رجالة، وانت نازل وخارج كده اهوت وتلاقي الفخر. تحيا مصر والله، وعملوها الرجالة احلى شغل. علمنا على استراليا. يلا بينا. احنا دلوقتي هنشوف هنوصل السنتروم ازاي. طيب يا جماعة، انا عايز اجيب جزمة جديدة، كوتشي جديد، فلقيت الاتنين دولت والاسعار بصراحة حلوة. يعني دوت ب18 جنيه ودوت برضو ب18 جنيه. فاجيب انهي واحد، الرمادي ولا الابيض؟ انا بفكر اجيب الاتنين عشان انا محتار الصراحة. اكتب لي تحت في التعليقات انت تتوقع انا جبت انهي واحد. طيب يا صديقي الصدوق، انا دلوقتي حرفيا قدام الانترنس بتاعة المتحف البريطاني. خلينا دلوقتي نخش جوه نسلم على جده ونشوف ايه اللي جوه. يعني المكان بصراحة كبير كبير كبير. بس خلينا نخش كده ونشوف ايه اللي جوه، ولو في اي حاجه كده غريبه هناخد لنا لقطتين 3 كده اهو. انا دلوقتي واقف جنب جده أمنحتب الثالث. ازيك يا جدو، عامل ايه؟ جدو أمنحتب، مناخيرك كبيره شويه في الصوره هنا. جده أمنحتب اهوت. يعني دوت يعني تاريخ. تخيل بقى ان التاريخ دوت مسروق من عندنا ومحطوط هنا في بريطانيا في لندن. ما ترجع بلدك يا جدع. ايه قاعد حلوه القعده كده، قاعد فرجه كده للناس، ينفع كده؟ ارجع يا عم. المفروض دوت يرجع عندنا المتحف الكبير. يعني احنا عاملين متحف ثمنه مليارات وجده قاعد هنا هو في بريطانيا. يعني كل الناس عايزه تسافر، حتى جده سافر. ما فيش احلى من مصر والله، والله العظيم ما في احلى من مصر. هو بتاعت أمنحتب يعني ديت اهوت، كل حاجاتها مكتوبه هنا اهوت. ولسه شايفين جده دلوقتي، ولازم تيتا برضو تكون موجوده. جده وتيتا اهم الاتنين. وهنا حاطين لك تابوت قديم. يعني بجد حرام ان الحاجه ديت كلها تكون مسروقه. الحاجه ديت مكانها في بلدنا بجد. يعني انا بجد مش عارف ليه مصر ساكته ان كل الحاجات دي كده كلها، كل الاثار دوت يكون هنا هو. بس يعني اهو ادي جدودنا اهم، جدودنا. وادي جدو سنوسرت الثالث. ازيك يا جدو، عامل ايه؟ قول لهم يعملوا لايك سبسكرايب وشير بقى بالله عليك يا جدو. كمية آثار موجودة هنا يا رجالة، يعني بجد كمية مهولة. الحاجة دي لازم ترجع. طيب هو أنا بصراحة على قد ما أنا فرحان من اللي أنا شايفه دوت، على قد ما أنا بقول يعني لو الحاجات دي كلها في مصر كانت كل الناس دي كلها اللي هنا هوت، يعني كل الناس دول كانوا هيجوا مصر سياحة. فأنا من رأيي إن الحاجة ديت ترجع بلدنا. وانا عارف انها يعني مش مسروقه، وانا عارف انها يعني زي ما تقول كده المتحف البريطاني مأجرها من مصر عشان الحاجه تكون هنا هوت. بس شوف الحاجه هنا مفتوحه، واللي عايز يلمس يلمس، مع ان اللمس ممنوع. فانا من رايي محدش هيحافظ على الحاجه غير صاحبها. وصاحبها مين؟
الفراعنه، والفراعنه مين؟ المصريين، والمصريين مين؟ احنا. فالحاجه ديت المفروض ترجع لمين؟ ترجع لمصر، ترجع لبلدنا. فانا بصراحه يعني انا شايف ان الموضوع حلو ولذيذ والدنيا حلوه، بس في نفس الوقت بصراحه نفسي اشوف الحاجات ديت في المتحف الكبير. يعني احنا لسه فاتحين متحف ما شاء الله الله اكبر عليه، سمع في العالم كله. ليه الحاجه ديت ما تتنقلش لمصر؟ يعني فرنسا هي قالت انها هترجع مش عارف كام قطعه وهترجع حاجات قد كده، بس يعني ديت فرنسا. انجلترا بقى فين؟ والحاجه اللي في انجلترا فين؟ ها؟ يعني لازم ملك ولا ملكه انجلترا ينزلوا يجروا في شوارع اسكندريه شويه ولا ايه؟ ما الحاجه ترجع وخلاص. فانا يعني من الاخر شايف ان الموضوع دوت الحاجات دي كلها، يعني انا دوت رايي انا الشخصي، رأيي إن الحاجة دي كلها ترجع مصر، ترجع في مكانها، ترجع عند أصحابها، وكل السائحين اللي هنا دولت المفروض يسيحوا في مصر. شوف المكان دوت فيه مكتبة عاملة ازاي. المكتبة دي كده فيها كتب من كل حتة ومن كل مكان. كل دي كتب. الو ده طلع شغال، التليفون دوت طلع شغال. ده ايه ده بجد؟ تحط فلوس هنا وتتكلم. التليفون دوت اللي هو انجلترا مشهورة بيه طلع فيه حرارة. انا مش عارف يعني مين بيستخدم التليفون دوت لسه، بس طلع فيه حرارة وشغال. المكان مليان زحمة، مش عارف بجد ايه الزحمة دي، والصينيين احتلوا المكان. ادي الشرطة الانجليزية اهيت. يعرض هذا المحتوى لأغراض التوثيق والعرض الثقافي فقط، بهدف تقديم مشاهد أو لقطات من فعاليات أو مظاهر ثقافية في سياق إعلامي أو معرفي. لا يعد هذا المحتوى بأي شكل من الأشكال ترويجاً أو دعوة أو تشجيعاً على أي أفكار أو ممارسات أو توجهات قد تتعارض مع القيم أو العادات أو المعتقدات السائدة في المجتمع المصري أو العربي. جميع المقاطع المصورة مأخوذة في أماكن عامة ومفتوحة أو من مصادر متاحة علناً، وتم عرضها في سياق توثيقي إخباري بحت دون نية للإساءة إلى أي طرف أو خدش الحياء العام. أي تفسير آخر للمحتوى يقع على مسؤولية المشاهد وحده، ولا يتحمل سيف أنبابي أو القناة التابعة له أي تبعات قانونية أو معنوية ناتجة عن سوء الفهم أو التأويل أو إعادة استخدام المحتوى خارج سياقه الأصلي. طيب هو أنا تقريبا كده دخلت شارع غلط أو مكان غلط، عشان أنا شايف علم الألوان في كل حتة والدنيا يعني خربانة خالص. الشكل هنا بيحتفلوا بعيد المثليين أو عيد الشواذ، مش عارف ايه دوت الصراحة، بس حاجة غريبة جدا. هو في حفلة تقريبا، ايوه هو في حفلة للشواذ. انا مش شايف دلوقتي انتوا شايفين ايه، بس هي ديت الحفلة المفروض. يعني انت دلوقتي شايف الحفلة قبل مني،
بس المفروض يعني ان احنا دلوقتي رايحين للبيج بن، فخلينا نكمل طريقنا ونمشي من المكان المشبوه ده. مش عارف دي لابسه ايه ديت. انا بجد دخلت في المكان الغلط، بس حرفيا يعني ما اقصدش انا ان انا ادخل في المكان دوت. انا ماشي على النافيجيشن عشان اروح للبيج بن. ايه ده بجد؟ انا هعدي من كل ده؟ انا ازاي هعدي من كل ده؟ انا مش عارف ايه ده بجد. Until next time. See ya. We'll be back. يا وجع قلبي يا ناس. بلاي ستيشن اكتر حاجة بحبها طلعت منهم. الله يخرب بيوتهم بجد. وطبعا كان لازم اتصور مع الحصان دوت والعسكري دوت، بس يا رب ما يعضنيش، عشان انا شفت فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب وعلى الانستجرام والتيك توك كده انه بيجي فجأة وبيعض عشان مش بيحب التصوير. فيا رب ما يعضنيش بس. طب والله منظره تحفة، منظره بجد حلو، بس انا بجد خايف انه يعضني. هو اصلا عمال يعضعض في البتاعة في اللجام بتاعه، عايز يهجم على حد، مستني حد عشان يهجم عليه. طيب واخيرا يعني خرجت من المكان القذر، المكان اللي ملوش يعني كلمة تقدر توصفه غير ربنا ياخدهم كلهم واحد ورا التاني. يعني بجد ايه القذارة ديت؟ يعني بجد ما اعرفش. يعني شوف اللي في الارض دوت، اللي في الارض دوت بتاع الحسنة دوت انضف منهم، بس ربنا ياخدهم واحد ورا التاني. المهم امشي كده، امشي كده، ايوه. خش من هنا شمال، خش من هنا شمال، ايوه. المهم كنت بقول ايه؟ مناظر قذرة 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 يعني. بس انا دلوقتي في سنتروم لندن. امشي يا بنتي اهو. انا دلوقتي وصلت عند بيج بن. هاخد له كام صورة كده اهوت، وممكن اصور كام حاجة تانية كمان، وبعدين بقى كده اقفل بقى الفلوج ولا معرفش هعمل ايه. خلينا نشوف مع بعض. بقول لك ايه، خشي من هنا. انت يا بنت خشي من هنا. تكاتك انجلترا.
عجل، توك توك عجلة. ايه كمية البشر دي يا جدعان؟ بجد بجد ايه كمية البشر دي؟ ناس كتير قوي، زحمة يا دنيا زحمة، بس المنظر تحفة. وديت تقريبا كده والله أعلم أشهر ساقية في أوروبا، ساقية لندن. هي لندن أو إنجلترا في العموم يعني خرجت من الاتحاد الأوروبي من ساعة البريكسيت، بس يعني هي لسه يعتبر أشهر ساقية في قارة أوروبا. بقول لك إيه، ما تيجي نركب الساقية؟ إيه رأيك نركب الساقية؟ طيب هو الأنسة اللي معايا للأسف بتخاف من المرتفعات، يعني انا ما كنتش اعرف ان دي حاجه موجوده او ان دي حاجه طبيعيه، بس ما علينا، هي بتخاف من المرتفعات فمش هنركب الساقيه، خليها المره الجايه. احنا هنركب مركب، المركب ديت هنركبها كمان شويه، خليك معايا وهنشوف بقى جوله كده بالمركب. طيب هو حان الوقت دلوقتي ان احنا نركب، احنا هنركب مركبه زي ديت او المركبه ديت معرفش لسه، وبعدين هناخد لنا لفه بقى في المكان ده كده كله في لندن وقنوات لندن. طيب هي ديت المركبة اللي احنا هنركبها ونلف بيها شوية. هشوف لي مكان بقى فوق كده اهوت، وبعدين نتفرج سوا على قنوات لندن. On the left-hand side, probably my most favourite building on the river, behind the trees, the white Gothic-style building, White Hall Court Mansions. And this is home to the 5-star Royal Horse Guards Hotel and the Winston Churchill Wartime Office Museum. We have on this boat. It is said if you wave to the people crossing over the first bridge and they wave back to you, it's said to bring you 5 years of bad. If you look to the left, we have the white ship, the Wellington. She was a part of the New Zealand Navy, saw action throughout the Second World War. Art gallery. It is the biggest modern art gallery in the world, and it is completely free to walk around that building. Now after about 5 minutes of walking around that building, on this bridge to give them a wave, so that lady up there is most certainly lost. London. To your right, the Shah, the tallest building in Western Europe, 1,016 feet high. It is home to London's. To the top, can you see the people up there? That's also a viewing platform, and that is called the Sky Garden. Over 150 feet higher than the London Eye, and I like to point it out because it's free to go. Look at the front of the ship, the Union Jack flying. This is the only Union Jack you'll see in London today. If you see this flag flying from, say, a building, it's called a Union flag. It is only ever called a Union Jack when it is flown from the Jack staff of one of His Majesty's ships. Now the Belfast, she saw action throughout the Second World War. She bombed the beaches of Normandy on the D-Day landings 82 years ago. Moored in London is a museum today, a part of the Imperial War Museum. Then we got Tower Bridge ahead of us, but before we get there, take your attention to the left-hand side. Your head will have been put on a spike and stuck on London Bridge, a would-be warning to any traitors to the crown. And that is what we like to call the good old days. If you haven't been there yet, it should definitely be on the list of things to do. Lots of gruesome history behind the walls of that building and home to the crown jewels today. So we're now going beneath Tower Bridge. Open, they allow taller ships through. Years ago, this bridge would have opened a minimum of 100 times a week. We're now lucky to see this bridge open once or twice a week.
river traffic has priority over road traffic. If your boat is big enough, you get Tower Bridge 24 hours notice and they will open the bridge for you. Enjoyed my commentary this afternoon. طيب انا دلوقتي غيرت مكاني، الدنيا كانت زحمه موت وما كنتش عارف اصور ولا عارف اقول اي كلمه، بس انا دلوقتي على المركب. انا لسه مغير مكاني، انا كنت قاعد من شويه ورا ومزنوق وكده، دلوقتي نقلت قدام، فدلوقتي هعرف اتفرج براحتي قاعد جنب البحر على طول. فيعني خلينا ناخد لنا لفه كده بالمركب وهفرجك على الدنيا كده. المهم ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب والشير، وسيب لي تعليق تحت الفيديو دوت قول لي اسافر المكان ده، تحب ان انا اسافر انه مكان. وانا الفلوج دوت يعني انا عامله انا بتفسح، لكن يعني ما قلتش اي معلومات اي حاجات، بس ممكن اعيد السفريه ديت اجي كذا يوم مثلا انجلترا واقوم مثلا مصور حاجات وجايب كل التفاصيل عنها وقايل لك كل التفاصيل عنها. يعني انا مثلا دلوقتي قدام. So ladies and gentlemen, we're now away from Butler's Wharf. The next stop for us is going to be Greenwich Pier. قدام اشهر كوبري في لندن. If it's okay with everyone, I will carry on with the commentary to make our way further downriver. Would that be okay if I carried on? Excellent, thank you. So we're now going through the old Docklands part of London, and this is where shipping once took place. Street runners. They would have combated piracy, thieving and smuggling, which was rife on the Thames years ago. It was at one stage over 30% of cargo in London was being stolen. That is why they formed the Thames River Police. Lots of pubs in this part of the river. There's a nice pub behind the police pier, the small building, the name on the top, the Captain Kidd. That pub is named after the last ever pirate to have been executed at the Grace of Wapping. That was Captain William Kidd in 1701. He was a Scottish pirate executed in London for his crimes of piracy. احنا رحنا اكلنا شربنا ودلوقتي مستنيين الباص والميكروفون هيفصل، فانا هشيل الميكروفون اشحنه وهركب الباص دلوقتي هيرجعنا على المكان اللي اخدنا منه، اللي هي الكابينه الصغيره اللي هي اللي بتطلع فوق ديت اللي هي الكابل دوت. وبعدين هشوف بقى هنعمل ايه. ممكن هقفل الفلوج على كده، وممكن برضو اطير الدرون. انا طيرته بالفعل عند المكان اللي هو اللي فيه الكابلات دوت، بس هحاول برضو اطيره جنب لندن نفسها. لو معرفتش لو عرفت هتشوف الفيديوهات. طيب هو انا يعني معرفتش اصور بالدرون في لندن للاسف. يعني لندن نفسها يعني عند البيج بن وعند الحاجات الحلوه دي كلها ما عرفتش اصور بالدرون هناك عشان كان في بوليس كتير وكان في ناس كتير، ويعني اصلا انا ممنوع اطير بالدرون فوق اي زحمه. فانت بقى يعني للاسف هتشوف فيديوهات كده هوت للدرون ديت انا صورتها اول ما نزلت من الباص على طول. فاللي هو يعني كنت بجرب بعمل تيست للاضاءه ومش عارف ايه، ما كنتش اللي هو يعني بصور بجد، بس اللي هو بينت انجلترا شويه من فوق والبحر والنهر بتاعها. فاتفرج انت بقى. وانا دلوقتي كده هركب الباص واطلع على هولندا. زي ما انت شايف انا مجهز نفسي ان انا انام نوم عميق جدا عشان انا خلصان خالص. انا لغايه دلوقتي مطبق وتقريبا كده بقالي بتاع 48 ساعه ما نمتش. يلا بينا، تصبح على خير. طيب وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، آخر الفلوج دوت. وأحب أشكرك إنك اتفرجت عليه وخلصته كله ووصلت للحتة ديت. ويا ريت ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب والشير، واشترك برضو معايا في القناة على الواتس، وبرضو ابعت لي على السناب متابعة عشان تعرف أنا فين وبعمل إيه وكل حصرياتي حرفيا. وبكده بقى أحب أقول لك كان معك سيف مبابي من قلب انجلترا. سلام.